فأول ليلة دخل علينا رمضان صليت ب20 ركعة. قال أنت بتعمل إيه؟ قلت أنا أصلي. قال شوف الصلاة اللي بتصليها دي بكرة مش هيصلي معاك ولا واحد. من قيام رمضان والاهتمام بالتراويح ورثتها الحمد لله من والدي رحمة الله عليه كان مسجده الوحيد في مدينة مقديشو في الصومال الذي كان يكون فيه ختمة للتراويح. الناس كلهم كانوا يحكون عن هذا، فربنا على هذا. ووصيته المشهورة: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. ما زالت هذه الكلمات تقرع في أذني وتلامس قلبي. جامع أنس بن مالك والمشهور على ألسنة الناس مسجد السوق المركزي بداية 92 أو نهاية 91. الذين يأتون إلى السوق ويشترون أشياء وكذا هم اللي كانوا يصلون معي في هذا المسجد. وهذه كانت ميزة طيبة بالنسبة لي، لأني كنت أريد يعني أن أخذ راحتي في التراويح. أتذكر أن اللي كان يريد يعني يعجب بصوتي أو بقراءتي ما عنده وسيلة إلا أن يجيب، كان في كاسيت قديم كان يسجل. بعض المرات أجتهد أنه قبل رمضان فعلا يكون عندي استعداد بدني، أجتهد شوي في الرياضة، أعمل سباحة، أتمشى لكي نتقوى في الطاعة. قيام فعلا عندنا 3 أجزاء، فنحن نحاول نجعل كل جزء في ركعتين. يعني بعض المرات يعني يزداد النشاط وتأتي قوة من الله ونقرأ أكثر من هذا يعني. والانتقادات قليلة جدا، وبعضهم إلى الآن يطالبني يقول نحن نريد نحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حوالي قريب من 6 أجزاء. وإذا انتهيت من الصلاة أمامي باب يعني أهرب منه والعدد كثير، فأنا غالبا أمشي إلى غرفتي بسرعة. واحد من المحبين لنا وكان يأتي من منطقة بعيدة من الخريطيات، جاء معه أبوه إلى الصلاة، فكان في صلاة طويلة. الشيبة كان عندها يعني كان عنده عصا، هو لم يستعمل العصا يعني بعد ما خلصنا الصلاة وكذا. قال يعني أنت ذبحتنا وأنت كذا وأنت. هو طبعا الشيبة لم يرجع لنا. كنت أنا أمزح مع ولدي أقول له يعني ما تجيب لنا أبوك بعد كذا، وخصوصا إذا كان معه عصا، يعني مشكلة نخاف منها يعني. بالنسبة لي شهر رمضان وأنتهز الفرصة لأوجه لكل من يشاهدني: ما أروح عزومة ولا أحد يعزمني، جزاكم الله خير.